الحقيقه ان الجو ده مش بتاع طبخ خالص، وانا ما كنتش ناوي اعمل لهم اكل النهارده زي امبارح كده، كنت هاكلهم اي حاجه، بس صعبوا عليا بقى عشان انا ام وزوجة صالحة كده، فقلت لا اعمل لهم الاكلة الحلوة دي. هي بقى طيب القلب اللي مشندلة حالي. رحت جايبة بقى، كان عندي ربع كبدة وربع سجق في الفريزر، طلعتهم يفكوا، وقلت بقى اعمل لهم كده ايه، كبدة وسجق اسكندراني حاجة كده تحفة. جبت 4 فصوص توم كبار وعليهم قرن فلفل كبير كده رومي، يا سلام لو فلفل حراق، بس عندي بنوتي صغيرة ما بتحبش الشطة للأسف. وبعد كده جبت بقى ايه، كمون وكزبره ناشفه، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه فلفل اسود، معلقه ملح صغيره ممسوحه كده، وحطيت عليها ايه، عصير ليمونتين على معلقه خل وفلفلايه، وضربت ده كله في الخلاط. بعد ما ضربته في الخلاط حطيت بقى نص الكميه وسبت نص الكميه كده على جنب، اقول لكم بعد كده نعمل بيها ايه. قلبت الكبده كده في التتبيله وسبتها شويه لما اقطع الخضار كده، تكون يعني مش بسيبها كتير، سبتيها كتير بتبقى احلى برضو، بس انا بعملها كده على طول في الغالب، بسيبها 10 دقايق بس كده اركنها وبعد كده اشتغل. جبت السجق بتاعي ورحت مقطعاه بقى ايه، قطع صغيره، استعمليه بحاله، عايزه تقطعيه زي ما انت عايزه، انا بحب اقطع كل واحده كده 3 4. بعد ما قطعت السجق بقى وقطعت الخضار اللي انتوا شايفينه كده، الخضار ده للسجق يعني هناخد منه بس فلفل للكبده. حطيت بقى السجق من غير اي ماده دهنيه، لو هو نزل الماده الدهنيه اللي فيه طلع فيه دهون كفايه فيستوي بقى كفايه، يعني مش المفروض تحط عليه ماده دهنيه كتير عشان يبقى ساعتها مش حلو خالص. لكن لو طلع الماده الدهنيه فيه او الدهنه اللي فيه يعني قليله، فساعتها هنزود زيت. بس انا انزل شويه زيت كده وتحمر فيه، فما احتاجتش احط ولا نقطه زيت. بعد كده بقى الكبده لازم اسخن زيت حلو جدا، وانزل بعد كده بمعلقه من الخلطه بتاعتي التتبيله، والزيت سخن قوي هتنكه لي الزيت، وبعد كده انزل بالكبده وما اقلبهاش الاول، سيبها دقيقه كده يا دوب اما يبدا لونها يتغير من تحت، ساعتها ابدا اقلب. والسجق بعد ما خلاص اتشوح كده وبدا لونه يغير هو كمان كده واتحمر، رحت حاطه له بقى فلفل اسود وشويه توابل لحمه عندي كده طعمها حلو قوي، لو ما عندكيش مش اساسي، وفلفل اسود زي ما قلت لكم، وملح وبس كده، مش بحب احط له ايه توابل كتير يعني. والكبده عندي بعد ما خلاص لونها غير هبدا احط لها الفلفل، وعندي برضو السجق احط باقي المكونات، بس بحط البصل يا دوب كده دقيقه ان هو يدبل حاجه بسيطه. وعندي الفلفل هنا فلفل اخضر، عندي فلفل الوان، كان عندي حته فلفل اصفر زودتها على السجق. الفلفل كل ما يكون متنوع بيدي طعم حلو جدا، مش موجود يبقى معانا الفلفل الاخضر بس. وغطيت بقى على الكبده يا دوب دقيقتين 3 كده، وبطفي عليه يا دوب بس الفلفل يدبل حاجه بسيطه. واللي عندي السجق هو اللي بياخد شويه تسويه عن الكبده مش بتاخد وقت كتير. بحط بقى السجق عليه بس يا دوب معلقتين ميه كده، والفلفل حطيناه كل الخضار اللي عندي، اغطي عليه واسيبه كده على نار هاديه يعني 10 دقايق بالظبط، هيكون ايه استوى خلاص. والكبده طبعا زي ما قلت لكم كده 3 4 دقايق وخلاص. وبجيب بقى الساندوتشات بتاعتي مع طحينه ومخلل بقى، يا سلام. الاكله دي بنحبها جدا انا والولاد وزوجي برضو، فيعني تبقى اكله لذيذه وخفيفه حلوه جدا في الحر ده، مش عايز يعني اكلات دسمه. وكمان دي برضك لسه زي ما هي، ناخد حته كبيره شويه. جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا.